السلام عليكم حبايبي طلاب ثالثه ثانوي. احنا النهارده ان شاء الله باذن الله بنكمل مع بعض حل النماذج الاسترشاديه 2026. هنحل دلوقتي مع بعض النموذج الاسترشادي التاسع في البيور ماثماتكس. زي ما احنا متعودين في اول كل فيديو بيبقى لينا دعاء بنردده مع بعض وبنحط نيه خالصه لله ان الوقت اللي احنا قاعدينه مع بعض ده هو وقت في سبيل الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر ولا تعسر وافتح علينا فتوح العارفين ووفقنا لفهم المسائل وحسن التطبيق. اللهم امين يا رب. يا رب يوفق كل واحد فيكم ويحقق له كل اللي هو بيتمناه. تعالى كده نشوف اول سؤال عندنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال عندي هنا بيقول لي لو انا عندي الفانكشن عباره عن لن اكس بلس ال1 then دي سكوير واي اوفر دي اكس سكوير، عايز اجيب السكند ديريفيتيف. قلت له يا باشا انت بتقول لي ان الفانكشن بتاعتك هي عباره عن لن اكس بلس ال1، اقدر اجيب لها الفيرست ديريفيتيف بمنتهى البساطه ان انا لو هعمل فراكشن وتحت كاتب اكس بلس ال1 وفوق هعمل اللي تحت الديريفيتيف. مين ديريفيتيف الاكس؟ قال لي 1. يبقى انا دلوقتي الفيرست ديريفيتيف بالنسبه لي هو 1 اوفر اكس بلس ال1. علشان بقى ما رخمش على نفسي وانا بجيب السكند ديريفيتيف انا هطلع البراكت اللي تحت ده فوق، فهتبقى اكس بلس ال1 باور نيجاتيف 1. طيب تعالى نجيب السكند ديريفيتيف. ازاي بجيب السكند ديريفيتيف للبراكت؟ قال لي اول حاجه بنزل الباور، بعد كده بعمل ديريفيتيف للي جوه البراكت، بعد كده بنزل البراكت هو بس بنقص من الباور 1. فبقى ايه اللي حصل عندي؟ قال لي نيجاتيف 1 تايمز 1 بنيجاتيف 1 اوفر اكس بلس ال1 اول باور 2. يعني نيجاتيف 1 اوفر اكس بلس ال1 اول باور 2 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر اي. السؤال اللي بعده بيقول لي انا عايز اعمل انتجريشن لمين؟ ل 2x كوساين اكس سكوير وساين 2x. اول لما بلاقي فراكشن باخد اللي تحت، وخصوصا لما اجي ابص على الاختيارات بعيني كده والاقي موجود لن، يبقى باخد اللي تحت واسميه واي ساين اكس سكوير. مين ديريفيتيف ساين اكس سكوير؟ قال لي اول حاجه اعملها اعمل ديريفيتيف الانجل اللي هي 2x. طيب بعدين قال لي ديريفيتيف الساين كوساين، يبقى كوساين 2x. الله، ده اللي فوق طلع الديريفيتيف اللي تحت والدنيا حلوه وجميله وما فيهاش اي مشاكل. قال لي خلاص يبقى الانسر بتاع الانتجريشن بتبقى لن ابسولوت اللي تحت، لن ابسولوت اللي تحت. يعني الانسر هنا لتر مين؟ يعني الانسر هنا لتر اي. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا if the complex number z negative 2 root 3 و negative 2i is represented or argand diagram as the following figure then الثيتا equal. then الثيتا equal. طيب هو مديني الزد اوريدي، مديني الزد، عايزني اجيب الثيتا دي. عايزني اجيب مين؟ الثيتا دي. والله يا استاذي الكريم انا معنى ان ده مكان الزد معناها ان هو مشي في الاكس مسافه اسمها ايه؟ 2 روت 3، ومشي في الواي مسافه اسمها ايه؟ مسافه اسمها 2. طب هو بالنسبه للثيتا دي هو ده مين بالنسبه للثيتا؟ قال لي ده اوبوزيت وده ادجيسنت، ما ده رايت انجل تراينجل. قلت له يبقى تان ثيتا تبقى عباره عن اوبوزيت اوفر مين؟ اوفر ادجيسنت، يعني 1 اوفر روت 3. قلت له يبقى الثيتا عباره عن مين؟ شيفت تان 1 اوفر روت 3. يعني الثيتا بكام؟ قال لي الثيتا ب 30. يعني الانسر هنا لتر مين؟ لتر سي. وانا عايزك ما تتلخبطش في نقطه ان الثيتا هي الانجل بتاعت الزد ولا الثيتا هي الانجل اللي معموله هنا كده. هو عايز يجيب الانجل دي. طيب الانجل دي يا استاذي الكريم الزد بنيجاتيف 2 روت 3 ماينس 2 اي، يبقى الزد دي مشي في الاكس مسافه 2 روت 3 ومشي في الواي مسافه 2، يبقى انا معايا للثيتا اوبوزيت وادجيسنت، يبقى تان ثيتا اوبوزيت اوفر ادجيسنت شيفت تان ل 1 اوفر روت 3 ادتني 30. يعني الانسر هنا لتر مين؟ لتر سي. السؤال اللي بعده in the expansion x times x plus 2 all power n according to descending power. فعلا الباور بتاع الاكس بيقل.
if the coefficient of the fifth term is 240 then ال n equal كام؟ قلت له يا استاذ الكريم هات لي جنرال تيرم. طيب مبدئيا البراكت ده معمول له تايمز اكس، فالاكس دي هتنزل. طيب ان سي ار 2 باور ار اكس باور ان ماينس ار. قلت له تمام، يبقى لما اجي اتكلم على التي 5 هتبقى الار بتاعتها ب 4، يعني اكس تايمز ان سي 4 2 باور 4 اكس باور ان ماينس 4. طيب هو بيتكلم ان الكوفيشنت اوف التي 5 كانت 240. هو مين هو الكوفيشنت اوف التي 5؟ coefficient of الفيفث تيرم كان ان سي 4 2 باور 4. الكلام ده طلع بكام؟ ب 240. قلت له جميل قوي، ال 2 باور 4 دي تايم تروح السايد الثاني تبقى ديفايد، يبقى ال ان سي 4 بكام؟ ال 2 باور 4 مبدئيا ب 16. 240 ديفايدد 16 ادتني 15، يبقى ال ان سي 4 بكام؟ ال ان سي 4 ب 15. طيب والله يا اما هقعد اجرب الاختيارات، يعني انا اروح كاتب 5 سي 4 ادي 5. تعالى كده نجيب بس الاختيارات، نجيب الكالكليتر قصادنا. ادي 5 سي 4 ب 5، ادي 6 سي 4 ب 15، يبقى الان على طول بكام؟ الان ب 6. طب واحد يقول لي لا طبعا انا عايز ماث. قلت له جميل، فكها يا اما فاكتوريال يا اما بريميتيشن. طيب تعالى نفكها لمين؟ ما هي فاكتوريال برضه هتقعد بريميتيشن برضه هتقعد تفكها وما اظنش ان انت هتبقى فاكر قانون الفاكتوريال. طيب هنا فاكتوريال n over فاكتوريال n minus 4 وادي فاكتوريال 4. هتطول منك، لا لا لا، جرب الاختيارات، جرب الاختيارات اسهل لك بكتير. يعني اصل البرميتيشن برضه هنجرب، يعني انا لو حولتها البرميتيشن هتبقى n b 4 over فاكتوريال 4، الكلام ده equal 15. هتبقى ال n b 4 هتكون equal 15 تايمز فاكتوريال 4. ازاي بكتب فاكتوريال 4 على الكالكليتر؟ ادي 15 اهي تايمز واروح فاتح براكت، ادي 4 شيفت الزرار ده، شيفت الزرار ده يكتب لي فاكتوريال 4. الكلام ده اداني 360. يعني ايه ان بي 4؟ عندي اربع ارقام ورا بعض التايمز بتاعهم اداني 360. ادي 6 تايمز 5 تايمز 4 تايمز 3، التايم بتاعهم 660. يبقى الان بكام؟ الان ب 6. والله جربت الاختيارات تمام. على فكره كان ممكن تجرب من هنا الان بي 4 وتشوف مين فيهم هيدي لك 360 عن طريق شيفت تايم. يعني لو جيت كتبت 6 شيفت تايم 4 اللي هي طلعت 360، يبقى انا كده جربت الاختيارات. لو كان نورم 20 15 10 قد كي نورم 8 4 8 6 زين الكي ايكوال كام؟ قلت له يا باشا تعالى نجيب النورم بتاع ده كده 20 باور 2 15 باور 2 10 باور 2 كي تايمز نورم 2 باور 4 باور 2 8 باور 2 6 باور 2. الكلام ده تايم يروح السايد الثاني يبقى ديفايد، اعملها على الكالكليتر الاقي الكي هتطلع 5 اوفر 2. وطبعا هو هنا اللخبطه كلها، هو الكي موجوده جوه النورم ولا الكي موجوده بره النورم؟ الكي موجوده بره النورم يبقى مفيش بوزيتيف اور نيجاتيف. لو الكي موجوده جوه النورم، يعني مثلا انا عندي هنا مين؟ ادي نورم كي فيكتور اي مثلا، دي بتبقى ابسولوت كي فيكتور اي. اما هنا الكي نورم الاي، خلاص هي هتفضل كي نورم الاي، مش هحط لها ابسولوت ولا احط لها اي حاجه، ما عنديش هنا اي ايه
اي مشاكل في الموضوع ده. شلت لك الكالكليتر عشان تبقى شايف انا كتبت ايه. طيب تعالى يا باشا، طبعا 5 اسئله اتحلوا بسرعه قوي. لو كان ال A وال B وال C are 3 variables وكانت ال C عباره عن A times B، جميل، وكانت A plus 4B equal 64 then the maximum value of ال C. حلو، بص يا باشا، جابها لك اي بي، جابها لك اكس واي زد، جابها لك اللي يجيبها لك. انت دلوقتي عندك اكسبريشن عايز تجيب له ماكسيمم فاليو، يبقى الاكسبريشن ده انت لازم تخليه في 1 انون. يبقى انا دلوقتي اول حاجه عندي بيقول لي السي عباره عن A تايمز B، والراجل ده مديلك ان A بلس 4B ايكوال 64. ان شاء الله باذن الله، يعني هو عاد الطريقه دي في كذا امتحان، فوارد يبقى هو مهتم بالفكره دي. طيب يبقى هنودي ده كده السايد التاني، ماشي؟ تبقى الايه عباره عن مين؟ 64 ماينس 4B. 64 ماينس مين؟ ماينس 4B. طيب نيجي هنا بقى، السي عباره عن ايه اللي هي 64 ماينس 4B تايمز B، يعني السي عباره عن 64B ماينس 4B سكوير. نعمل ديريفيتيف، تبقى 64 ماينس 8B نساوي الفيرست ديريفيتيف بزيرو، يبقى 64 ماينس 8B ايكوال 0. هنودي ال 8B السايد التاني، ال 8 تايم تروح السايد التاني تبقى ديفايد، ده معناها ان البي بكام؟ 64 اوفر 8، يعني البي ب 8. نجيب سكند ديريفيتيف، السكند ديريفيتيف بنيجاتيف 8 يعني رقم نيجاتيف، يبقى السي ماكسيمم فاليو. طب مين هي الماكسيمم فاليو؟ مين هي الماكسيمم فاليو؟ قال لي هتبقى 64B ماينس 4B باور 2. شيل البي وحط مكانها 8، يبقى 64 تايمز 8 ماينس 4 تايمز 8 باور 2، ادتني 256 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر سي. انتجريشن اي باور اكس كوساين اكس ساين اكس. انتجريشن اي باور اكس كوساين اكس ساين اكس. قانون دبل الانجل للساين، ساين 2 اكس عباره عن مين؟ قال لي 2 ساين اكس كوساين اكس. طب لو اديت ال 2 دي السايد الثاني تبقى هاف ساين 2 اكس بساين اكس كوساين اكس. طيب انا هنا مديني ساين اكس كوساين اكس، قلت له جميل، يبقى انا دلوقتي عندي ايه؟ قال لي هاف اي باور اكس ساين 2 اكس دي اكس، ماشي؟ انا بسمي ده كده اي الانتجريشن بتاعي. قلت له حلو قوي، بعدين قال لي يا مستر عايزين نعمل الانتجريشن. قلت له ماشي، لا تي اللين واللوج الجبريك اكسبريشن تريجونومتريك فانكشن الاكسبوننشال. ده مين ده؟ ده ترتيب اجراء الديريفيتيف، مين اللي ليه القوه في الديريفيتيف. طيب يبقى انا عندي هنا انتجريشن وديريفيتيف، انا هشتغل انتجريشن باي بارتس. طيب قلت له حلو قوي، مين بقى كده اللي هيتعمل له انتجريشن؟ قال لي بص، مين اللي هيتعمل له ديريفيتيف الاول؟ اللي هيتعمل له ديريفيتيف التريجونومتريك، يبقى انا هاخد ساين 2 اكس اعمل له ديريفيتيف، واللي هعمل له انتجريشن اي باور اكس. انتجريشن اي باور اكس باي باور اكس. طيب انتجريشن ساين ديريفيتيف ساين 2 اكس، قال لي 2 كوساين 2 اكس. قلت له صح، اول حاجه بعمل ديريفيتيف الانجل ب 2، ديريفيتيف الساين بكوساين. طيب بعمل ده تايمز ده ماينس انتجريشن الاثنين دول تايمز بعض. قلت له جميل، يبقى الاي عباره عن، عندي الهاف بره كده كده، عندي ايه؟ هاف بره. قلت له حلو، الهاف دي معمول لها تايمز في مين؟ قال لي بص بقى عشان انا اريح دماغك، الهاف دي هتروح، ما استنى لا، انت مش هتيجي في دماغك انت دلوقتي، خلاص سيب الهاف دي هنا دلوقتي. انا هعمل اي باور اكس ساين 2 اكس ماينس انتجريشن اي باور اكس
2 e باور x كوساين 2x dx. ماشي؟ طيب حلو. بعدين قال لي عندي ده كده انتجريشن باي بارتس. ادي الاي وادي الدي. حلو. الاي باور اكس هو اللي بيتعمل له انتجريشن، و2 كوساين 2 اكس هو اللي هيتعمل له ديريفيتيف. انتجريشن الاي باور اكس باي باور اكس. ديريفيتيف 2 كوساين 2 اكس، قال لي ديريفيتيف الانجل ب 2، هتطلع بره هتلاقي 2 يبقى 4. ديريفيتيف الكوساين بنيجاتيف ساين. قلت له حلو، الاثنين دول تايمز بعض ماينس انتجريشن الاثنين دول. قلت له حلو، ادي الاي عباره عن half times e باور x ساين 2x ماينس، نفتح براكت، 2 كوساين 2x e باور x ماينس، وفي ماينس يبقى بلس انتجريشن 4e باور x ساين 2x. هوبا 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 هوبا. انا وانت عارفين اول لما بلاقي المنظر ده رجع لي تاني برجع وارجع واقول الله، ده السؤال الاساسي. طيب علشان اسهل على نفسي دي كده هاف، هتروح السايد التاني تبقى 2، يبقى اللي انا استنتجته هنا ان انا عندي كلمه 2i هتبقى قد مين؟ انتجريشن e باور x ساين 2x. يبقى انا مبدئيا كده هخلص من ال 1 اوفر 2 دي اوديها السايد الثاني تبقى 2i اهي، تبقى ايكوال e باور x ساين 2x. هدخل النيجاتيف دي جوه تبقى نيجاتيف 2 كوساين 2x، وهنا في e باور x دي كده هتكون نيجاتيف 4. ده مين ده؟ انتجريشن e باور x ساين 2x، يعني دي بمين؟ ب 2i. يعني دي مين؟ ب 2i. قلت له تمام، انا بعد ما بخلص واجيب الاي لوحدها بزود سي. قلت له حلو قوي، ده كده 8 هيروح السايد التاني يبقى بلس، يبقى 2i بلس 8i. الكلام ده ايكوال، هناخد الاي كومن عشان هي متاخده في كل الاختيارات كومن اهي. قلت له صح، ادي اي باور اكس هيتبقى لي مين؟ ساين 2x ماينس 2 كوساين 2x. ده ب 10i يكون ايكوال اي باور اكس ادي ساين 2x ماينس 2 كوساين 2x. ال 10 تايم تروح السايد التاني تبقى ديفايد، يبقى الاي عباره عن 1 اوفر 10 اي باور اكس ادي ساين 2x ماينس 2 كوساين 2x. لتاني مره يجيب نفس السؤال، اهتم بالسؤال ده، اهتم بالسؤال ده عشان سؤال غتيت. انهي اختيار بقى كده؟ 1 اوفر 10 اي باور اكس، غالبا ده بي، ده بي طبعا في بلس سي هنا يا جماعه. طيب لو انا عندي الاي 8 و4 روت 2 4 روت 2 then the measure of the angle of A makes with the coordinates of الاكس واي بلين. وهنا بيتكلم على مين؟ على الاكس واي بلين. طيب بص يا استاذي الكريم، ده الفيكتور A
ب 8 و4 روت 2 ومين؟ و4 روت 2. البلين ليه نورمال. مين البلين اكس واي؟ قال لي البلين اكس واي ده بيبقى 0 0 1. عشان اجيب انجل بتوين فيكتور وبلين فهاخد ساين ثيتا. هاخد ساين مين؟ بص يا مستر، اصل هو مش عايز هنا يا جماعه ايكويجن بتوين، هو عايز انجل بتوين فيكتور وبلين. الدايركشن بتاع البلين 0 0 1 لانه قال لك اكس واي بلين. فقلت له عشان اجيب انجل بتوين فيكتور وبلين بعمل ساين ثيتا. مين هي ساين ثيتا؟ قال لي A دوت ال N اوفر نورمال A تايمز نورمال N. قلت له حلو قوي. ده كده 8 و4 روت 2 و4 روت 2 دوت 0 و0 و1 اوفر نورمال A اللي هو بكام؟ 8 باور 2 وادي 4 روت 2 باور 2 وادي 4 روت 2 باور 2. ادي 1 باور 2 0 باور 2 0 باور 2. قلت له حلو قوي. اللي فوق ده 4 روت 2. طب اللي تحت؟ قال لي ده كده كله على بعضه 8 روت 2. طيب يبقى الاجابه كام؟ 1 اوفر 2. قلت له حلو قوي. يبقى الثيتا عباره عن شيفت ساين 1 اوفر 2 اللي هي تديني كام؟ هتديني 30 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر A. The coefficient of x باور 3 in the expansion x باور 2 plus 2x plus 1 all باور 6. اول حاجه هتيجي في بالي ان ده بيرفكت سكوير. الاولاني ليه سكوير روت؟ الاخير ليه سكوير روت؟ اللي في النص 2 تايمز روت الفيرست تايمز روت الثيرد يبقى ده براكت باور 2. يبقى انا دلوقتي اقدر اشيل ده واحط مكانه مين؟ x بلس ال1 all باور 2 وبره كله عليه باور كام؟ باور 6. باور الباور ايه؟ طيب يبقى دي x بلس ال1 all باور 12. بس كده. انا عايز اجيب الترم اللي بيحتوي على x باور 3. قلت له يبقى r equal an minus k over a minus b. مين الايه؟ الباور بتاع الرقم الاولاني الاكس الاولانيه اللي هي 1 تايمز 12 ماينس 3 اللي هي الكي الباور بتاع الاكس اوفر 1 ماينس 0. فده اداني كام؟ قال لي ده كده اداني 9 اوفر 1. يبقى الار بتاعتي ب 9. طيب يعني دلوقتي انا عايز اجيب تي 10. قلت له يبقى 12 سي 9. 12 سي 9. هناخد السكند تيرم باور 9 وناخد الفيرست تيرم باور 12 ماينس 9. يعني بقى ايه؟ coefficient of T10 هيكون 12 سي 9. 12 سي 9 دي بكام يا باشا؟ كالكليتر. ادي 12 سي 9 220 لتر دي. بيقول لك the equation of the curve y equal fx where the second derivative ب 6x then the equation of the tangent. يعني الكيرف الرول بتاعته كانت fx. حلو. بعدين and the equation of the tangent at البوينت نيجاتيف 1 و8 كانت كذا ومديك السكند ديريفيتيف. طيب عايزين نرتب كده احنا ممكن نعمل ايه؟ مبدئيا انا اقدر اجيب السلوب اوف ذا تانجنت. ماشي دي نقطة. واقدر اجيب انا معايا سكند ديريفيتيف. يبقى انا معايا السكند ديريفيتيف ب 6x. لما اعمل انتجريشن يبقى الفيرست ديريفيتيف بانتجريشن 6x دي اكس.
يبقى الفيرست ديريفيتيف هيكون كام؟ هزود 1 للباور واعمل ديفايدد للباور الجديد، يعني 6x باور 2 اوفر 2 بلس السي. يعني الفيرست ديريفيتيف هنا ادالك مين؟ 3x باور 2 بلس السي. طيب دي اول معلومه قدرت اوصل لها. معايا معلومه مهمه جدا، خلي دي سي 1 عشان هيبقى عندنا سي ثانيه. معايا معلومه مهمه جدا، ان دي الايكويجن بتاعت التانجنت. دي كده الايكويجن بتاعت التانجنت. لما اجي اعمل لده ديريفيتيف بيديني السلوب اوف ذا تانجنت. يعني هنا هيديني نيجاتيف 5 وهنا هيديني نيجاتيف دي واي اوفر دي اكس وده بزيرو. يبقى لما نجيب دي هنا يبقى دي معناها ان الفيرست ديريفيتيف بكام؟ بنيجاتيف 5. ودي نقطه مهمه جدا، الفيرست ديريفيتيف بنيجاتيف 5 لما الاكس هتكون بكام؟ بنيجاتيف 1. يبقى انا اقدر اشيل الفيرست ديريفيتيف واحط مكانها نيجاتيف 5 واقدر اشيل الاكس واحط مكانها نيجاتيف 1. فهنجيب دي هنا يبقى السي 1 بنيجاتيف 8. حلو. يبقى الدي واي اوفر دي اكس ب 3 اكس باور 2 ماينس 8. هنودي الدي اكس السايد التاني يبقى انتجريشن دي واي هتبقى 3 اكس باور 2 ماينس 8 دي اكس. انتجريشن الدي واي بواي. طيب انتجريشن 3 اكس باور 2 قال لي 3 اكس باور 3 اوفر 3 ماينس 8 اكس بلس سي 2. قلت له حلو، يعني الواي هنطير ال 3 مع ال 3 يبقى اكس باور 3 ماينس 8 اكس بلس السي 2 ات البوينت نيجاتيف 1 وكام؟ نيجاتيف 1 و8. صح. يبقى اشيل الاكس واحط مكانها نيجاتيف 1 واشيل الواي واحط مكانها 8. ده يروح السايد الثاني. دي كده كانت 8 ماينس 8 يبقى السي 2 بكام؟ السي 2 بزيرو. ايه ده في ايه؟ دي بنيجاتيف 1 ودي ب 9. طب ما دي كده 8. 8 ماينس 8 بزيرو. تاني نيجاتيف 1 باور 3 بنيجاتيف 1. نيجاتيف 8 تايمز نيجاتيف 1 مش عارف جبت منين 9 دي الصراحة يعني. هي دي 8. هو ده تايم. استنى بقى كده ثانية. دي كده ايه اللي حاصل؟ قال لي دي كده 8 ودي 7 بلس السي 2. هنودي ال 7 السايد التاني يبقى السي 2 ب 1. 8 ماينس 7 يبقى الايكويجن بتاعتي هتبقى الواي عبارة عن اكس باور 3 ماينس 8 اكس بلس مين؟ بلس ال 1. يبقى الإجابة لتر مين؟ الإجابة لتر ايه؟ حلوة وجميلة وزي الفل. يلا يا باش. سألت. تعالى بقى هنا. ايه بقى اللي عندي هنا؟ The sine of the angle of the plane 4x plus 3y plus 12z equal 15 makes with the positive direction of the x-axis. The sine of the angle that the plane makes with the positive direction of the x-axis. يعني أنا دلوقتي عايز أجيب angle between plane والx-axis. ده البلين 4x plus 3y plus 12z equal 15. النورمال بتاع البلين ده عباره عن مين؟ قال لي 4 و3 و12. طيب انا عندي ستريت لاين بنتكلم عنه اللي هو الاكس اكسس. الدايركشن بتاع الستريت لاين ده كام؟ قال لي 1 و0 و0. يبقى يا جماعه انا عندي بلين عامل مع الاكس اكسس انجل كام؟ يبقى دي انجل بتوين بلين وستريت لاين الدايركشن بتاعه 1 و0 و0. قلت له يبقى ساين سيتا. ما بحبش يسالني نفس السؤال مرتين، يعني ده كده عيب في الامتحان ده.
ان هو سالك في نفس السؤال مرتين بالظبط. دي انجل بتوين بلين وستريت لاين. طيب فقلت له ده الدايركشن بتاع الستريت لاين، ده نورم الدي وده نورم الان. 1 و0 0 دوت 4 و3 و12 سكوير روت ل 1 باور 2 بلس 0 باور 2 بلس 0 باور 2، ودي سكوير روت ل 4 باور 2 بلس 3 باور 2 بلس 12 باور 2. اللي فوق ده ب 4. طب اللي تحت قال لي بي ده روت 1 وده روت كام بقى؟ 3 باور 2. خلينا نحسبها على طول. روت 4 باور 2 بلس 3 باور 2 بلس 12 باور 2. اداني الانسر على طول 13 من غير روت، يعني روت 169، يعني 4 اوفر 13. هو كان عايز ساين الانجل. طب ما ساين الانجل ب 4 اوفر كام؟ 4 اوفر 13. if the complex number z 1 plus 3i over 2 plus I, then the number z power 3 bar in the exponential form هيبقى عباره عن مين؟ تعالى يا باشا الاول نجيب الزد. طب هنجيب الزد ازاي؟ هنكتبها على الكالكليتر. ادي مود كومبلكس فراكشن 1 بلس 3i اوفر 2 بلس i، ادتني 1 بلس i. تمام؟ عايزين نجيب الزد باور 3. طيب عشان نجيب الزد باور 3 نحولها اكسبوننشال على طول من الاول علشان نريح دماغنا. ماشي؟ طيب هنا الاوردر دي بير 1 1، اروح جاي مرجع الكالكليتر بتاعتي للمود العادي واعمل شيفت بلس. ادي 1 كوما 1. 1.4 دي اللي هي روت 2 ودي 45. يبقى الزد بتاعتي هي عباره عن روت 2 لان الار بتيجي عباره عن سكوير روت ل 1 باور 2 بلس 1 باور 2 اللي هي روت 2 يعني. طيب يبقى ادي كده روت 2 اي باور باي اوفر 4 اي. اي باور باي اوفر 4 اي. لما اجي اعمل زد باور 3 قال لي الزد بتيجي على المودولس بتبقى باور وبتدخل يتعمل لها تايمز في الانجل تبقى 3 باي اوفر 4 اي. طيب يبقى الزد باور 3 هتبقى عباره عن مين؟ الزد باور 3 هتبقى عباره عن مين؟ قال لي روت 2 باور 3. ب 2 روت 2 اي باور 3 باي اوفر 4. يا جماعه انا كان معايا 45 اعمل لها تايمز باي اوفر 180. ده بحول من ديجري لراد اللي هي طلعت باي اوفر 4. لما اجي اعمل لها تايمز 3 فبقت 3 باي اوفر 4. ده مين ده يا جماعه؟ قال لي ده الزد باور 3. طب الزد باور 3 بار قال لي المودولس ما بيتغيرش. طب الانجل بتبقى نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 3 باي اوفر 4 اي. يعني الاجابه هنا لتر مين؟ لتر دي. بس كده. يبقى احنا حطينا نيجاتيف عشان اجيب الزد بار الكونجيجيت بتاعها. if the line x equal 3y equal az parallel to البلين. ده لاين وبلين. اللاين parallel للبلين ده معناه ايه؟ ده معناها perpendicular على النورمال. زين ال a equal. طيب يعني انا هنا هروح رايح له اللاين parallel للبلين، يبقى اللاين perpendicular على النورمال. الدايركشن بتاع الستريت لاين perpendicular على مين؟ perpendicular على النورمال. ده معناها ان الدوت برودكت
بتاعهم بزيرو. قلت له حلو قوي. اول حاجه انا اقدر اجيب النورمال بمنتهى البساطه، كوفيشنت الاكس 1 كوفيشنت الواي 3 كوفيشنت الزد 2. طيب عايز اجيب الدايركشن بتاع البلين بتاع الستريت لاين، لا عندي معاه مشاكل. دي اكس اوفر 1 دي 3 واي اوفر 1 ودي اي زد اوفر 1. قلت له يعني دي كده اكس اوفر 1، دي لازم تبقى واي لوحدها، يبقى اعمل ديفايدد 3 فوق وديفايدد 3 تحت فادتني 1 اوفر 3. دي لازم تبقى زد لوحدها، فاعمل ديفايدد اي فوق وديفايدد اي تحت فادتني 1 اوفر اي. قلت له جميل، يعني الدايركشن بقى بتاع الستريت لاين هيبقى 1 و1 اوفر 3 و1 اوفر اي. احنا اتفقنا ان الدوت برودكت بتوين الدي والان بكام؟ بزيرو. يبقى ادي 1 و1 اوفر 3 و1 اوفر اي دوت ال1 وال3 وال2، الكلام ده بزيرو. 1 تايمز 1 ب1، 1 تايمز 1 اوفر 3 ب1 اوفر ب1، 1 تايم 1 اوفر اي تايمز 2 ب2 اوفر اي، الكلام ده ايكوال 0. دول 2 يروحوا السايد الثاني يبقى نيجاتيف، يبقى 2 اوفر اي ايكوال نيجاتيف 2. النيجاتيف 2 دي اوفر 1، نعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى الاي الاثنين اللي قصاد بعض تايم اوفر الرقم الثالث، يبقى الاي بكام؟ الاي بنيجاتيف 1 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر دي. The opposite figure represents the curve of the second derivative، يعني دي رسمة second derivative. Then the function is convex up in the interval. تعالى يا باشا كده، ده النمبر لاين بتاعي. اول رقم بيخلي السكند ديريفيتيف يطلع زيرو هو النيجاتيف 2، ده السكند ديريفيتيف. قبل النيجاتيف 2 السكند ديريفيتيف كان بوزيتيف. بعد كده اللي هيخلي السكند ديريفيتيف بزيرو هي ال1 وال2 وال3، كل دول بيخلوا السكند ديريفيتيف بتاعي بزيرو. السكند ديريفيتيف كان نيجاتيف من النيجاتيف 2 لحد ال1. السكند ديريفيتيف كان بوزيتيف من ال1 لل2. السكند ديريفيتيف كان نيجاتيف من ال2 لل3. السكند ديريفيتيف كان بوزيتيف من ال3 للانفينيتي. طول السكند ديريفيتيف بوزيتيف يعني كونفكس داون، second derivative negative convex up، convex down convex up convex down. طيب هو عايز convex up. convex up يعني من النيجاتيف 2 لل1 ومن ال2 لل3، من النيجاتيف 2 لل1 ومن ال2 لل3، يبقى اروح رايح قايل له كده convex up من النيجاتيف 2 لل1 opened union من ال2 لل3 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر بي. امتحان حلو قوي الصراحه وما فيهوش اي مشاكل خالص، والدنيا حلوه وجميله ومنوره وزي الفل. ركز معايا يا برنس الليالي. لو كانت الفيرست ديريفيتيف هنا، لو كان 38 دقيقه ده كويس جدا، يعني اتمنى ان ده ما يوصلش بقى ايه، ما يطولش مننا. لو كانت الاف اكس عباره عن 2 اكس باور 3 ماينس 5 اكس باور 2 بلس 4 اكس ماينس 1، والسكند ديريفيتيف لل 7 اوفر 6 بلس ال 4 ام كانت ب 2، then the value of الام. ده انت طيب يبقى اول حاجه هنجيب فيرست ديريفيتيف، هننزل ال 3 تبقى 6 اكس باور 2 ماينس 10 اكس بلس 4، نجيب سكند ديريفيتيف ادي 12 اكس ماينس 10. طيب احنا محتاجين السكند ديريفيتيف عند ال 7 اوفر 6. تروح حلو، هشيل الاكس واحط مكانها 7 اوفر 6، يبقى 12 تايمز 7 اوفر 6 ماينس 10، 14 ماينس 10 ب 4. تروح حلو، انت بقى قايل لي ان السكند ديريفيتيف عند ال 7 اوفر 6 بلس 4 ام ب 2. طيب ما نشيل السكند ديريفيتيف عند ال 7 اوفر 6 اللي احنا لسه جايبينها ب 4، يبقى 4 بلس 4 ام ايكوال 2. هنودي ال 4 السايد التاني،
يبقى ال 4m equal 2 minus 4. يعني ال 4m بكام؟ بنيجاتيف 2. ال 4 تايم هتروح السايد التاني تبقى ديفايد، يبقى ال m بنيجاتيف 2 اوفر 4. يعني ال m بكام؟ ال m بنيجاتيف هاف. يعني الانسر هنا لتر مين؟ لتر بي. The volume of the solid generated by revolving the region bounded by the curve y equal root ax plus b and the line of x equal 0 x equal a where a will be دول two positive constant a complete revolution about ال x axis. then باش الفوليوم by integration y square dx يبقى by integration root a x بلس البي باور 2 دي اكس. الروت هيطير الايه؟ الباور. يبقى باي انتجريشن اي اكس بلس البي دي اكس. تعالى نعمل انتجريشن ده يا باشا، كان بدايته منين لمنين؟ من الزيرو للاي. تعالى يا استاذ الكريم، ادي الباي، ادي من الزيرو للاي، a x باور 2 اوفر 2 بلس b x. قلت له حلو، يبقى ادي باي هاف a. اشيل الاكس واحط مكانها a باور 2 بلس b a. الكلام ده ماينس مين؟ هاف a تايمز 0 بلس b تايمز 0. طيب يعني ده كله بزيرو. قلت له صح. طيب يبقى ادي باي تايمز هاف a تايمز a باور 2 يعني هاف a باور 3 بلس b a. بس كده. نفس الشكل ده موجود في الاختيارات ولا مدخل الباي ولا عامل ايه؟ اهو صح، هاف a باور 3 بلس ab. بس كده. In the expansion a باور x plus 3 all power 11 according to descending power. فعلا الباور بتاع الاكس بيقل if the ratio between the coefficient of the fourth term and the third term كان 9 to 5 then ال a equal. باش الريشيو between ال coefficient of t4 و t3 n minus r plus ال 1 over r times coefficient second over coefficient الفيرست. الكلام ده اداني 9 over 5. قلت له حلو. ال n ب 11 minus ال r ب 3 بلس ال 1 over 3 coefficient السكند ب 3x باور 0 الكوفيشنت بتاعه 3 coefficient الفيرست اللي هو ايه؟ الكلام ده اداني كام؟ 9 over 5. مبدئيا ال 3 دي هتطير مع ال 3 دي. 11 minus 3 بلس ال 1 ادتني 9. يبقى 9 over a equal 9 over 5 كروس مالتيبليكيشن. ال a بكام؟ ال a ب 5. بس كده. الامتحان ده اغلبيه الاختيارات بتاعته بي ولا انا مش واخد بالي؟ ولا انا يعني انا واخد بالي صح ولا لا؟ غالبا 90% ولا مش هقعد ابص، بس هو يعني اغلبيتهم بي. طيب لو كان لو كانت الاف من ال1 اوفر اي والاي باور 2 للار، وكانت الاف عباره عن لن اكس باور 4 اوفر 3 اكس then the absolute maximum value. جيب فيرست ديريفيتيف، اساوي الفيرست ديريفيتيف بزيرو. بعد ما بساوي الفيرست ديريفيتيف بزيرو بجيب كريتيكال. بعد ما بجيب كريتيكال بعوض بيها جوه الفانكشن الاساسيه. هي وال1 اوفر اي والاي باور 2 اللي هتديني ماكسيمم فاليو يبقى هي دي الماكسيمم فاليو، اللي هتديني مينيمم فاليو تبقى هي دي المينيمم فاليو. اظبط شكل الاف اكس عشان شكلها مش عاجبني. اول حاجه ال4 دي هتطلع بره، تبقى 4 لن اكس اوفر 3 اكس. طلع ال 3 فوق، يبقى الاف اكس عباره عن 4 اوفر 3 اكس باور نيجاتيف 1 لن اكس.
هات لي فيرست ديريفيتيف. اول حاجه هنزل الباور تبقى نيجاتيف 4 اوفر 3، انقص من الباور 1 تبقى نيجاتيف 2، اللين اكس تنزل زي ما هي، بلس ديريفيتيف لين اكس ب 1 اوفر اكس تايمز 4 اوفر 3 اكس باور نيجاتيف 1. ظبط المنظر. دي كده نيجاتيف 4 لين اكس اوفر 3 اكس سكوير بلس ادي 4 اوفر 3 اكس سكوير. ماشي ماشي يا مستر. تعالى يا باشا، الاثنين سيم دينومينيتور، يبقى ادي الفيرست ديريفيتيف اللي تحت 3 اكس سكوير، ادي 4 ماينس 4 لين اكس. تمام. هقسم البيج نصين، مره اساوي الفيرست ديريفيتيف بزيرو، ومره اساوي الفيرست ديريفيتيف بال1 اوفر 0. ادي 4 ماينس 4 لين اكس ايكوال 0. هناخد ال4 كومن ولا نوديها يا عم السايد التاني؟ نودي ده كده السايد التاني، تبقى 4 لين اكس ايكوال 4، يبقى اللين اكس ب1. اللين دي هي لوج اكس لما البيس تبقى اي ايكوال 1. ده البيز، ده الباور، ده الانسر، يعني الاكس هو عباره عن اي باور 1. ده كده اول اجابه عندي. طيب نيجي هنا بقى، ادي 3 اكس باور 2 هتكون ايكوال 0، يعني الاكس بزيرو. نرجع كده، الانترفال بتاعتي من 1 اوفر اي لحد الاي باور 2، يعني دي doesn't belong للدومين اساسا، يعني دي كده ريفيوز. يبقى انا دلوقتي عشان اعرف مين الابسولوت ماكسيمم هعوض جوه الفانكشن الاساسيه، مره بال1 اوفر اي، ومره بالاي، ومره بالاي باور 2، جوه 4 لن اكس اوفر 3 اكس، يبقى 4 لن 1 اوفر اي اوفر 3 1 اوفر اي. الله ايه القرف ده؟ دي بكام دي؟ اضطر اكتبها على الكالكليتر. ادي 4، مع اني ما كنتش عايز اكتبها على الكالكليتر. ادي 4 لن 1 اوفر اي، اصلا الصراحه مش يعني مكسل استنتجها، بس هو ينفع تستنتجها يعني. ادي نقفل براكت، ادي 3 تايمز 1 اوفر اي، ادي نيجاتيف 3.6. انا عايز كده كده ابسولوت ماكسيمم صح؟ يعني كده كده دي اوت. ادي 4 لن اي اوفر 3 اي. الله، لن اي دي ب1، يبقى 4 اوفر 3 اي، 4 اوفر 3 اي. ماشي 4 اوفر 3 اي. طب ما نشوف 4 اوفر 3 اي دي بكام ديسيمال بالمره عشان نريح دماغنا. 4 اوفر 3 اي 0.49. ادي 4 لن اي سكوير اوفر 3 اي سكوير، دي هتطلع بره تبقى 8 8 لن اي يعني 8 اوفر 3 اي سكوير. تعال نشوف دي بكام بقى. 0.3 كام؟ 36، يعني دي كده الماكسيمم فاليو. يبقى 4 اوفر 3 اي دي الماكسيمم فاليو، 4 اوفر 3 اي لتر اي. ما تعملش زيه وتختار لتر بي. اخر سؤالين ونبقى خلصنا. اجمل من اجمل الصراحه، عشان انا يعني مش عايز اكذب. 1 بلس اوميجا بلس اوميجا سكوير are cubic roots of 1. prove that 1 بلس اوميجا سكوير بلس 2 اوميجا all power 3n 1 بلس اوميجا بلس 2 اوميجا سكوير all power 3n equal 2. يا رب يا شيخ يا رب. السم بتاع اي اتنين بيدينا لك نيجاتيف التالت، فدي نيجاتيف اوميجا بلس 2 اوميجا all power 3n.
السم بتاع اي اتنين بيديني نيجاتيف التالت، يبقى دي نيجاتيف اوميجا سكوير بلس 2 اوميجا سكوير اول باور 3 ان. قلت له تمام، دي كده اوميجا باور 3 ان بلس دي اوميجا سكوير باور مين؟ باور 3 ان. طيب انا اقدر اكتب دي كده اوميجا باور 3 اول باور ان، صح ولا انا غلطان؟ لا صح طبعا. واقدر اكتب دي كده اوميجا باور 2 باور 3 يعني باور 6 اول باور مين؟ اول باور ان. ما باور الباور تايم يا جماعه، انا قسمت الباور، دي بقت باور 3 اول باور ان، دي بقت باور 3 تايمز 2 ب 6 اول باور ان. اوميجا باور 3 دي ب 1 يعني 1 باور ان، اوميجا باور 6 دي ب 1 يعني 1 باور ان، 1 باور اي حاجه ب 1، يعني الاجابه كام؟ 2. مسائل الاوميجا اللي هو جايبها سهله قوي. ريليتد تايم ريتس برضو طبعا اكيد يعني. طيب a man stands at 25 meter of base of the tower whose height is 100. جميل. الهايت بتاع التاور ده كان كام؟ كان 100. observed an elevation angle of a body. البادي ده وقع بكونستانت سبيد 3 متر. البادي ده كان هنا. هو المان فين؟ A man standing at a 25 meter. الراجل ده واقف على بعد 25 متر من تاور الارتفاع بتاعه 100 متر. الراجل ده في بادي وقع، البادي ده وقع بسرعة 3 متر بير سكند. كانت الانجل اوف elevation اللي هي دي كده الثيتا. find the rate of change of الثيتا of the body when the body is at 25 meter high. يعني عند الحتة دي هو دلوقتي بقى على ارتفاع 25 متر. معدل التغير اللي حصل في الثيتا. ده كده الريت اوف تشينج اللي هو نزل بيه. طيب قلت له مبدئيا دي اتش اوفر دي تي هو نازل كده، ماشي. الدي اتش اوفر دي تي هتبقى نيجاتيف 3 متر بير سكند. الهايت بيقل وكان على بعد ارتفاع 100، بعد كده نزل فالهايت بيقل فتبقى نيجاتيف 3. طيب عند لحظة ما لما كان الهايت ب 25 بقت الثيتا بكام؟ ما هو ده 25 ده 25 وده 25 فده كده بقى ايسوسيلس تراينجل، يعني الثيتا بقت ب 45. يعني انا ممكن اعمل رايت انجل تراينجل هنا كده اقول لك دي الثيتا، ده 25 وده 25، فتان ثيتا بكام؟ اوبوزيت اوفر هايبوتنس اوبوزيت اوفر ادجيسنت يعني 1، يعني الثيتا ب 45. طيب حلو قوي. الثيتا بقى الاساسيه اللي هي الكبيره دي اللي هو كان باصص بيها، عايز اجيب علاقه تربط ما بينها وما بين الهايت. فقلت له تان ثيتا هي عباره عن ارتفاع الايه؟ البتاع دي. فتان ثيتا عباره عن اوبوزيت اوفر ادجيسنت، فهايت اوفر مين؟ اوفر 25. طيب شايف الشكل اللي قصادنا ده؟ هنعمل له ديريفيتيف. نعمل له ايه؟ ديريفيتيف. فديريفيتيف التان ثيتا ب 6 سكوير ثيتا دي ثيتا اوفر دي تي. ديريفيتيف الاتش دي 1 اوفر 25
ديريفيتيف الاتش دي اتش اوفر دي تي. والله يا باشا انا معايا الثيتا عند اللحظه دي كانت ب 45، يبقى 1 اوفر كوساين سكوير 45 دي ثيتا اوفر دي تي تبقى ايكوال 1 اوفر 25 تايمز الدي اتش اللي هي بكام؟ بنيجاتيف 3. طيب دي على الكالكليتر ادتني 2 تايم، اوديها السايد التاني تبقى ديفايد، يبقى الدي ثيتا اوفر دي تي تبقى عباره عن نيجاتيف 3 اوفر 25 ديفايدد 2، تبقى الدي ثيتا اوفر دي تي هتطلع بكام؟ بنيجاتيف 3 اوفر 50 راد بير سكند. راد بير ايه؟ راد بير سكند. بص يا جماعه الريليتد تايم ريتس، عشان انا عارف ان انت بتبقى متلخبط في الحته دي. انا كان عندي اساس، الاساس بتاعي هو ده. انا كان عندي بادي موجود هنا، البادي ده نزل مسافه لحد ما بقى على ارتفاع 25. كان عندي سيتا، السيتا دي اتغيرت وبقت هنا. شايف اللحظه اللي السيتا اتغيرت فيها دي؟ فحصل تشينج. انا عايز اجيب الدي اتش اوفر دي تي، الدي سيتا اوفر دي تي، معدل التغير اللي حصل في الاتش. فقلت له يا باشا بص، انت من الاساس السيتا كانت برقم، بعد كده بقت برقم تاني. انا اعرف اجيب الرقم التاني اللي السيتا وصلت له. ما هي السيتا دي بقت هنا لما بقت البادي ده على ارتفاع 25، فالسيتا دي وصلت ل 45. طيب معدل التغير اللي حصل في السيتا، قلت له السيتا في الاساس كانت اتش اوفر 25. مستر ليه ما حطيناش 100؟ انا لو حطيت 100 هجيب السيتا بكام؟ انا مش عايز اجيب السيتا في الاساس كانت بكام، انا عايز اجيب علاقه تربط ما بين السيتا والهايت. الهايت ده ليه تغير اسمه دي اتش اوفر دي تي، معايا بنيجاتيف 3 هو اللي قايل. طيب فانا جبت الدي اتش اوفر التان سيتا اتش اوفر 25، دي العلاقه الاساسيه. عملت هنا الديريفيتيف بقت سيك سكوير دي سيتا اوفر دي تي ايكوال 1 اوفر 25 دي اتش اوفر دي تي. السيتا وصلت ل 45 يبقى 1 اوفر كوساين سكوير 45. الدي اتش اوفر دي تي كان بنيجاتيف 3، يبقى الدي سيتا اوفر دي تي هتطلع نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 اوفر 50. بس كده احنا كده خلصنا مع بعض الامتحان التاسع من النماذج الاسترشاديه. اتمنى ان الموضوع يبقى سهل بالنسبه لك، واتمنى ان الدنيا تبقى ملمومه وحلوه وجميله. خليك دايما فاكر ان طول ما انت مع مستر محمد مجد هتفهم ماث بجد. اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد، وشكرا.